السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا عايزة اقول لكم السنة دي مش يعني حصل عندنا ظرف كده ومش هنعمل كحك ولا بسكويت بقى ولا الهيصة بتاعت كل سنة دي، لان عندنا حالة وفاة في العيلة، فللأسف مش هنعمل. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. ربنا يرحمها برحمته الواسعة يا رب، دعواتنا ليها جميعا بالرحمة والمغفرة بإذن الله. بس لازم علشان أنا القناة بتاعتي عليها ناس جمال زيكم متابعيني، وناس جميلة دايما بتطلب مني الحاجات اللي هم عايزينها، فكنت مضطرة ان انا اعمل شوية حاجات كده حتى لو بسيطة، طبعا ارضي بيها الناس الموجودين عندي في القناة ومتابعين الجمال في كل مكان. هنعمل النهاردة البوتيفور، طبعا انا هعمل كمية قليلة لان انا عاملاها علشان الفيديو بس، وده كان اهم حاجة وده كان هدفي من الفيديو. يعني أنا عايزة أقول لكم إن الفيديو ده كان كله كوارث، وطول ما أنا باحاول أسجله وباحاول أصوره باظ مني أكتر من مرة، وللأسف الكمية اللي أنا عملتها الفيديو بتاعها كلها باظ، فأنا اضطريت إن أنا أعمل كمية كمان أقل بكتير قوي علشان أوريكم بس الطريقة. أنا هنا كل اللي أنا هعمله كوبايتين بس من الدقيق. خلينا عارفين ان البيتي فور كوبايتين دقيق، نصهم سمنة ونص السمنة سكر. انا هنا ابتديت معاكم بالسكر البودر وهو نص كوباية زي ما انتوا شفتوا كده، انا نخلتها، وده كان اهم خطوة. وزي ما شفتوا معايا كده في المصفى بتاعتي اللي انا نخلت بيها السكر، يعني بيبقى موجود بعض الحبيبات مثلا من السكر ما طحنش كويس او كده، فيفضل انك تنخليها زيها زي الدقيق بالظبط. وطبعا استبعدت تماما الجزء اللي طلع خشن معايا في المصفى. هحتاج ايه كمان؟ هحتاج معايا كوباية من السمنة. عايزة كوباية من السمنة خالص مفيش مشكلة، عايزة كوباية من الزبدة وده اساس البيتي فور برضو مفيش مشكلة. انا بس عايزة اقولك ان انا بعملها بالسمنة، وتقريبا نادرا كده ما عملت البيتي فور يعني بالزبدة. انا هنا عملت ايه؟ كان عندي معلقتين زبدة كده خدتهم كملت بيهم بس كوباية السمنة، لكن السمنة اللي انا بستخدمها دي سمنة نباتي عادية جدا، وهتشوفي النتيجة معايا في الاول وفي الاخر، وهتشوفي الشغل بيها يعني حاجة ولا اروع ولا هتفرق خالص. طبعا انا ضربتهم مع بعض، السكر والزبدة والسمنة بتاعتي اللي هي كوباية سمنة على زبدة، ده طبعا اختياري زي ما قلتلك. ضربتهم مع بعض كويس جدا لحد ما بقوا معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، قوام اشبه كتير يعني اشبه قوي قوي بالكريم شانتيه. هاحتاج طبعًا للكمية اللي معايا دي أو للمقدار اللي معايا ده بيضة واحدة بس، عشان أنا هاعمل هنا كوبايتين بس دقيق. خليكِ دايمًا عارفة إن أنتِ ممكن تعملي البيض بتاعِك سليم زي ما أنا عملت كده، أو ممكن تعملي بيضة سليمة وكمان صفار بيضة واحدة بس، ده بيساعد إن البيتي فور بتاعِك يبقى هاش أكتر. لكن صدقيني النتيجة مش هتفرق كتير أبدًا لما يكون بالبيض كامل. هابتدي أضرب كده الخليط بتاعي اللي هو السكر البودر اللي ضربته الأول مع سمنة لحد ما دابت كده مع بعض وبقت زي العسل كده زي ما انتم شايفين. طبعا من وقت للتاني خليكي عارفة وطول الوقت خلي بالك ال الخليط بتاعك ده لو حسيتيه ان هو سخن معاكي او ساح زيادة عن اللزوم، دخليه التلاجة او الفريزر دقيقة واحدة بس وطلعيه وكملي ضرب. هيساعدك كتير جدا ان هو يبقى هاش معاكي زي ما انت شايفة كده. البيضة خلاص اختفت. انا قلت لكم في البداية هستخدم كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق دول انا نخلت اهو اول كوباية كلها نخلتها. طيب الكوباية التانية هاعمل ايه؟ الكوباية التانية هاخد منها كده الدقيق وهسيب بس في اخر الكوباية معلقتين ولا حاجة. ده ليه؟ ده علشان طبعا كلنا عارفين ان مهما جبنا دقيق كويس او نوع كويس مضمون، خلينا عاملين احتياطاتنا ان ممكن يكون الدقيق بتاعي هيربط من اقل كمية سوائل. فنبقى احنا عارفين ان احنا حطينا كوبايتين كده وشلنا منهم بس معلقتين على جنب لاختبار الدقيق فقط لا غير. وزي ما انتم شايفين كده حطيت ربع معلقة صغيرة بس من البيكنج باودر، تقدري تستغني عنها لو انت حاطه صفار بيضه كمان. لو انت حاطه بيضه وصفار بيضه تقدري تستغني عن ذره البيكنج باودر اللي انا حطيتها دي او ربع المعلقه. على طول كده انا شلت المضرب طبعا عشان خلاص قام بالواجب معانا، بمعلقة خشب كده وهبتدي ان انا اقلب. طبعا عجين البيتي فور لا محتاج عجن ولا اي حاجة خالص. انا هنا لقيت العجين بتاعي محتاج المعلقتين او الخليط بتاعي يعني محتاج المعلقتين دقيق، دقيقة بالظبط تقليب كده زي ما انتم شايفين. الطبق او البولة بتاعتي اللي انا بعمل فيها نطفت اهي وبقت زي الفل، الخليط كله بقى جزء واحد زي ما انتم شايفين، قوامه حاجة تحفة كده. طبعا لو انت هتعملي الخليط بتاعك ده في قمع هيكون هتسيبي له اخف من كده شوية.
يعني المعلقتين اللي زدناهم في الآخر دول مش هتحطيهم. لكن أنا كنت عارفة من البداية إن أنا هاشتغل بمكنة بيتفور، طبعًا أسرع وأسهل بكتير وبتنجز وقت معانا كتير جدًا. أهو زي ما أنتم شايفين أنا بابتدي بقى أعبّي أو أملى يعني الجزء المخصص بالعجين. مكن البوتفور موجود في كل حتة وتقريبًا كده يعني ما غلاش كتير عن الأول. أهو زي ما أنتم شايفين في ثواني كده، صدقوني الكمية اللي عملتها في الأول والفيديو بتاعي باظ الحمد لله، يعني كانت نُص كيلو دقيق، وبرضه كنت عاملاها علشان أرضيكم بس في القناة، وطلّعت معايا كمية ما شاء الله. برضه عملت دلوقتي كوبايتين، على فكرة الكوبايتين دول بمقدار بالضبط ربع كيلو، يعني ربع كيلو دقيق بس طلّع معايا الكمية دي. وطبعًا نسيت أقول لِك على حاجة، لو أنتِ عايزة تعمليها بالكاكاو، كل اللي أنتِ هتعمليه يا ست الكل، هتشيلي معلقتين من مقدار الدقيق، وهتحطي مكانهم معلقتين كاكاو. طيب يا مميرة أنا عايزة أحط المقدار بتاعِك ده كله زي ما هو، هاقول لِك يا حبيبة قلبي ضيفي كمان معلقتين من الكاكاو أو معلقة ونُص بس كفاية من الكاكاو، وعليهم معلقة من الزبدة معلقة من الزبدة على نفس الكمية اللي إحنا عملناها دي. أهم حاجة خليكِ بس فاكرة، لو ضفتِ كاكاو لازم هتضيفي زبدة أو سمنة. كده خلاص العجينة بتاعتنا خلصت، دخلت الفرن طبعًا ما كملتش 10 دقايق في الفرن. طبعًا هي عجينة لذيذة ورقيقة كده مش هتكمل معانا 10 دقايق بإذن الله. خليكِ طيب النار طبعًا وسط فوق ومن تحت لحد ما هتاخد معانا اللون الدهبي وخلاص على كده. ابتديت بقى إن أنا أحشيه زي ما أنتم شايفين كده وأزينه زي ما أنتِ عايزة تحشي بمربى احشي، لكن أنا عملت هنا حشيت كده، عملت صوص شوكولاتة تقيل شوية ودوبت فيه طبعًا شوكولاتة خام، علشان يبقى يعني محتفظ بقوامه أكتر من اللي يكون إن هو حاشياه بمربى. طبعًا أنا عملت كمان اللي محشي بمربى للي عايز. وده الطبق ده بقى دخل قلبي، أنا عملته زي السابليه كده، طبعًا السابليه بيبقى نفس الشكل ده. فأنا كل اللي أنا عملته أنا رصيت البوتفور كده جنب بعضه شوكولاتة أو اللي هو الفانيليا يعني، و وعلى طول قُمت راشة عليه كده إيه من فوق شوكولاتة سايحة كده وبيضة، وطبعًا شوية الحاجات بتاعتنا الجميلة اللي بنزين بيها بقى التورتات والكلام ده كله، فورماسيل بقى والحاجات دي كلها، وطبعًا جوز الهند. طعمه تحفة وخطير جدًا في البيتفور. يالّا بينا بقى نشتغل شغل المحلات. جبت طبق كده، الطبق ده أو الأطباق دي أنا باستخدمها لمّا بيكون عندي أعياد ميلاد، بصراحة بيعجبني جدًا وبيوفّر عليَّ كتير أوي. باعمل حلوياتي وبارصها فيه كأني جبتها من برّه بالضبط. طبعًا لمّا باجي أقوم بقى بعيد الميلاد وكده، بتترص الحاجات دي كلها جنب بعضها وما بابقاش شايلة هَم إيه اللي اتعمل وإيه اللي لأ، لإني باغلّفها على طول. يعني أنا البيتي ده أنا هاحطه زي ما أنتم شايفين كده، وطبعًا هاكمّل الكمية بتاعتي كلّها، علشان ده كان خلاص إحنا فاضل لنا يومين على العيد، فهابتدي إن أنا أرص حاجتي كده زي ما أنتم شايفين. أنا هاحط ده لوحده كده لإن هو ده طبق لوحده أصلًا، مش محتاج إن أنا أنقله في طبق تاني ولا حاجة. هاحط بقى ده كده وهيتغلف على طول بالرول استرتش بتاعي ويتشال يوم العيد. دي هتكون حلويات العيد عندنا السنة دي إن شاء الله يعني، لو ربنا أراد وعرفت أعمل حاجة تاني في اليومين الجايين خير. عملت، ما عملتش يبقى هو كده حلو وأنا رضيت الناس اللي طلبت مني البيتي ولمّا قُلت لهم على الوصفة قالوا لأ إحنا عايزين فيديو. فعيني ليكم وتحت أمركم كل اللي أنتم عايزينه. أهو زي ما أنتم شايفين شكله تحفة. أنا باقول لكم الطبق ده دخل قلبي. طبعًا أنا هابتدي إن أنا أرُص بقى البيتيفور وبعد كده هالاقي الكمية بتاعتي ما شاء الله مش مكفية الطبق ده، فهاكبّر الطبق شوية خلّي بالكم من اللي جاي. بابتدي بقى طبعًا أنا لمّا جيت أرُص اخترت إن يكون النُص بالنُص، يعني النُص ده كلّه البيتيفور بتاعي اللي أنا كنت حاطة عليه كاكاو، والنُص اللي الناحية دي اللي هو فيه فانيليا وكده، علشان طبعًا لمّا نيجي نسحب منه بقى أو أولادنا أو أي حد ييجي ياخد منه يبقى الموضوع سهل، والطبق بتاعي ما يتفركشش كده ويبقى شكله مش لطيف، ياخدوا منه من غير ما حاجة تبوظ. أهو زي ما أنتم شايفين. طبعًا أنا حبيت أخترع وحبيت أحط القلوب عارفينها اللي هي زي بتدوب شوية كده زي السكر، حبيت أحطها على الشوكولاتة الخام وأنا بازين البوتيفور، وللأسف لقيت شكلها إيه مش مقبول فما كمّلتش. في من البوتيفور ده بقى اللي حطيته بس غطسته كده في شوكولاتة خام، وطبعًا حشيته
بصوص الشوكولاتة اللي قلت لكم عليه. هو عبارة عن كوباية لبن واربع معالق من الكاكاو وثلاث معالق من السكر البودر وثلاث معالق من الحليب البودر ومعلقة واحدة نشا على نار هادية جدا جدا جدا، مع التقليب المستمر لحد ما هتوصلي لقوام تقيل. هتبتدي ان انتي تطفي النار وتسيبيه يبرد على جنب، وهتستخدميه على طول في حشو البيتي فور أو تلزيق البيتي فور في بعضه يعني. وبصراحة هتعجبِك أوي، أوي الحشوة عن اللي بتتعمل بالمربى كتير، كتير. زي ما قُلت لكم أنا كبّرت الطبق شوية لإن الكمية ما شاء الله زي ما أنتم شايفين. كل ده يا جماعة معمول من نُص كيلو دقيق وبس. ودي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تعجبكم ويا رب تعذروني إن ما فيش فيديوهات كتير نزلت السنة دي إن شاء الله. واللي عايز وصفات البسكويت أو الكحك أو الغريبة موجودة طبعًا على القناة بتاعة السنة اللي فاتت. كل سنة وحضراتكم جميعًا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.